أضخم متحف في العالم، المتحف المصري الكبير اللي هيتم افتتاحه بإذن الله يوم 3 يوليو 2025 على حسب المصادر الرسمية. المتحف ده استغرق بناؤه حوالي 20 سنة، وده نفس المدة اللي استغرق بنائها الهرم الأكبر، واستهلك ما يزيد عن 1.5 مليون طن من الحديد والخرسانة المسلحة، يعني تقريبا 7 أضعاف برج ويلز في شيكاغو. المتحف مبني على مساحة 500 ألف متر مربع، 120 ألف متر من الحدائق و25 ألف متر من المعارض، وغيرهم كتير من التحف المعمارية المحيطة بالمتحف، ودي بتزيد عن 4 أضعاف متحف متروبوليتان في نيويورك. المتحف المصري الكبير بيضم ما يزيد عن 100 ألف تحفة فنية من مختلف الأحجام والعصور، واللي فيه قطع منها بتزيد عن 10 أمتار وبتوزن عشرات الأطنان، وكل قطعة فيهم وحدها لا تقدر بثمن ولو وزنوها بالذهب مهما كان معدنها. معظم التحف الفنية في المتحف المصري الكبير بترجع لآلاف السنين، وفي منها بيرجع لمئات الآلاف من السنين، وفي قطعة هيتم الإعلان عنها في الافتتاح هي أقدم قطعة أثرية على وجه الأرض. لك أن تتخيل أن قيمة المتحف بما يحتويه من تاريخ وحضارة بيتفوق عن قيمة دول بأكملها بتاريخها بحضارتها. لو جيت بصيت على مقبرة توت عنخ آمون مثلا وكمية الذهب اللي فيها ولا مقتنياتها، ولا الأهرامات بعظمتها بأسرارها اللي لسه مفيش علم ولا عالم عرف تفسير ليها حتى الآن، هتحس وقتها إن مصر أم الدنيا وأم الحضارات، وهي التاريخ والحاضر والمستقبل. وتحيا مصر.